وضع السم في الصحن ليقتل صديقه، لكنه لم يعلم أن القدر هيأ له وليمة من نوع آخر. توقف خالد في وسط الطريق المقطوع ونظر إلى رفيقه سليمان الذي كان يحمل صرة مليئة بالذهب. لم يكن خالد يرى صديق عمره، بل كان يرى الثراء الفاحش. بدم بارد أخرج قارورة صغيرة وأفرغها في إناء الماء بينما كان سليمان يوقد النار. ناداه خالد بوجه ضاحك: اشرب يا رفيقي، فالمسافة طويلة والعطش قاتل. شرب سليمان، وفي دقائق سقط يلتوي من الألم حتى فارق الحياة. ضحك خالد بجنون وأمسك بالذهب وقرر أن يأكل قبل أن يهرب. لكن فوق رأسه كانت هناك أفعى ضخمة تراقب المشهد من فوق شجرة السدر. بينما كان يمد يده للطعام لدغته الأفعى في رقبته لدغة مميتة. سقط خالد بجانب جثة صديقه وهو يرى الذهب يتناثر بينهما. وفي لحظاته الأخيرة سمع هاتفا يقول: ذهب حرام لقاتل ومقتول، والوليمة للدود. بعد يومين مرت القافلة فوجدوا جثتين وبينهما الذهب لم يمسه أحد، وبجانبهما أفعى ميتة قد أكلت من الطعام المسموم الذي صنعه خالد بيده. هكذا صار القاتل مقتولا والذهب بلاء على أصحابه.